إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ودانية عليهم ظلالها. نعمل مع بعض أوراق وسبانخ خضر. أنا عندي كوب مية وملح ودقيق وليمون، وسايبينها بقى بتاع ساعة ساعة ونص كده يعني. وبعدين حاطينها على النار اهي، نحط فيها مرقة دجاج وملح وفلفل وطماطماية وبصلاية وجزراية. الشوربة اما هي غليت معانا ونحط قطاية طماطماية، ونحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل ومرقة دجاج وبصلاية ورق لورا. عاوزاكم بقى تركزوا معايا في الخطوة دي، مهمة جدا، بتخلي الشوربة طعم الشوربة في حتة تانية خالص، طعم الفراخ برضه في حتة تانية خالص. بتجيب بصلاية تحط عليها حبة ملح وحبة فلفل وحبة قرفة، رشة جنزبيل صغيرة ورق لورا، تفركي برضك كده صغنن ودي القرفة، كلها بتفركي في قلب بعضه، وتحطي بقى في الفراخ بقى بين الجلد واللحم كده، تحطي في الفراخ كلها. أهم حاجة برضك تشيلي الحتت دي أي زيادة فيها كده، وتحطي بقى بين الجلد واللحم الخلطة دي، تحطيها في الشوربة بقى وهي بتغلي. تحفة بجد، بتخلي الشوربة حلوة وطعمها حلو، والفراخ نفس الكلام. حلة على النار نحط فيها الزيت والسمنة، وبعدين ننزل بالبصل. هنعمل سبانخ، نجيب حلة نظيفة نحط فيها زيت وسمنة، ننزل بالبصل. أول ما البصل يتبل ننزل بفصين توم. هنا البصل اهو بدأ يدبل شوية، ده فصين التوم اهو مش هنحط التوم مع البصل بقى عشان البصل بياخد وقت شوية على ما يتبل، لكن البوز يدبل معانا قصدي. لكن الموز ليه حطينا البصل الاول ومحطناش التوم مع البصل؟ لان البصل بياخد وقت شويه على النار لحد ما يدبل، لكن التوم اول ما بنحطه بيحمر على طول، فممكن يتحرق مننا بيبقى طعم وحش. لكن اول ما البصل خلاص يبقى خلاص اتعمل معانا، اتبل معانا وكده، نحط بقى التوم وبعدين نقلبهم مع بعض شويه كده، دقيقه كده ولا حاجه، وبعدين نحط عليه البصل. هذا البصل لو خلاص معانا اتبل، نحسن بقى. هنا بقى نزلنا بالثوم مع البصل اهو، بنتي تحفة التوم. لو ما يصفر شوية كده ننزل بقى بالطماطم كده، كل كده بقى يبدأوا يصفروا مع بعض. لكن لو كنا حاطين التوم الأول مع البصل كان التوم هيتحرق بقى في الخطوة دي، لكن كده على ما التوم يصفر يكون البصلة برضه خدت لون ايه حلو زي ما انتوا شايفين اهو. التوم ده التوم ده توم ده توم اهو. هنا خلاص البصلاية والتومية خلطهم لون حلو كده، كده تمام أوي. الدرجة دي كده تمام أوي. ننزل بقى بعصير الطماطم، سيبها تتسبك بقى مع نفسها وبعدين نحط السلام. بقى جبنا حلة على النار حطينا فيها المادة الدهنية بتاعتنا، وهننزل بالشعرية. بحب كتر الشعرية هنا في الرز، حبة كمان. حاسة انه محبش قليلين. غطي ريحة من الحل، سيب الغطا على الحل. نجيب بقى معلقة نقلب بيها خلاص هنا اهو. نقلب الشعرية لحد ما تاخد اللون اللي هو الأصفر اللي هو الغامق مش الفاتح، مش الغامق قوي يعني ولا الفاتح قوي. هوريكوا الدرجة دلوقتي. الشعرية تتحمر معانا، أول ما تاخد بقى اللون ده بس
ننزل بالرز كده جنب كده تمام أوي، عشان لما بنحط الرز تفتح درجة كده، فلما تطلعي السلطة وتحطي الرز بتبقى بيضة مش حلو، عشان كده تبقى لونها دهبي وجميلة بقى كده. ننزل بقى بالرز، هنا بقى نزلنا بالرز ونقعد نشوح فيه شوية مع الشعرية، بعدين نحط بقى الملح والمية تغلي على الكتري، نقعد نشوح في الرز شوية قبل ما نحط عليه المية. تمام. هنا بقى نزلنا بالملح ونقلب الملح مع الرز، وبعدين ننزل نحط المية بقى. هنبص حطينا المية لحد ما غطت الرز كده شوية. أول ما المية تغلي معانا غلوتين كده، شوف الرز يشرب المية، نهدي عليه بقى وسيبه يستوي براحته، بس مش براحتك أوي عشان عندنا تمرين. خلصت علينا تمرين الساعة 5 والساعة دلوقتي 4:30. هنا بقى القطة بدأت تتسبك معانا، بس هسقطها شوية. تسبك القطة بقى نحط السبيك. هنا خلاص القطة كانت اتسبكت معانا بقت تمام كده، ننزل بقى عليها بالسرير، تسبك شوية كمان وننزل عليها بالسرير. عشان هو بقى لما القطة اتسبكت نزلنا بالسبانخ، هنحط بقى شوية خضرة على السبانخ ونحط شوية رز. هنا بقى حطينا الرز وحطينا الخضرة وحطينا واحدة مرقة دجاج، وهنشوحهم مع بعض كلهم كده، وهننزل بالشوربة بتاعت الوراق. بس تقريبا الحلة هتتغير كالعادة. الأكل بتاعنا بتاع النهاردة فراخ محمرة وسبانخ ورز بشعرية. يلا تعالي اتفضلوا معانا. اهو ده الليفت اللي انا خللت اول مرة في حياتي اخلي الليفت، يا رب يطلع بقى حلو. لو كان اتعمل كنا خدنا منه جنب الأكل.